عند أمي شهرين على أمل إنه يجي ياخدني. كنت مستنية أي إشارة، لكنه قال لي زي ما مشيتي تيجي. حلف بالطلاق إنه مش جاي. لكن اللي حصل بعد كده كان قمة الصدمة والألم. لقيت كمية شتايم ليا والأهلي وإخواتي وأمك ربنا يزيدها في المرض، كل ده وأنا على ذمته. اكتشفت بعدها إنه راح قرأ فاتحة على واحدة تانية وأنا لسه مراته، وفي الآخر اتطلقت. وبعد الطلاق بشهر واحد لقيته اتجوز وعمل فرح، والحياة عنده ماشية زي الفل، وكأني أنا اللي ما كنتش موجودة في حياته. أنا مش زعلانة إني اتطلقت، الحمد لله إني مظلمتوش في حاجة، بس زعلانة على كل سنين عمري اللي ضاعت، وزعلانة إني صدقت. دي كانت حكايتي، حكاية فيها ألم ودرس. انتوا رأيكم إيه في اللي حصل لي؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا كل القصص اللي ممكن تفيدكم.